توفي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن عمر يناهز 75 سنة بعد إصابته بفيروس كورونا مع عدد كبير من مساعديه ودخوله في العزل الصحي بمستشفى النعجة بالجزائر، إلا أنه تم نقله إلى ألمانيا بإحدى المستشفيات بعد فشل العلاج بالجزائر. وتؤكد المصادر خبر وفاة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إحدى صديقاته بألمانيا عن وفاته إثر تواجدها بالمستشفى، فأخبرتها إحدى الممرضات بذلك. إن لله وإنا إليه راجعون. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إن أعجبكم الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنشر المزيد إن شاء الله، وإلى اللقاء مع خبر جديد.